اوعي بقى تفوتك الوصفة الجامدة دي، فكرة للعشاء تحفة. ما بتاخدش كده في تجهيزها اي وقت، سهلة وبسيطة وسريعة، وطعمها بقى حلو قوي. واحلى حاجة بقى فيها ان هي بتشبع جدا، واي حد هياكلها عندك لازم يشكرك عليها. وكمان هنعمل عيش الكريب، هنعمله ببيضة واحدة بس. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي. بس يا ريت في الاول كده ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. في الاول زي ما انتم شايفين كده هنستخدم في الوصفة دي او في عيش الكريب بيضة واحدة بس. وهنضيف نص معلقة صغيرة من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهنضيف ربع كوباية من الزيت. خدوا بالكم من المكونات لأنها هتفرق جدا في طريقة عمل عيش الكريب. وهنضيف كمان كوبايتين من الحليب، تقدري تخليهم كوباية من الحليب وكوباية من المية، أنا عايزة أبسطها عليكم بحيث إن المقادير تكون سهلة وبسيطة. وكمان هنضيف كوبايتين من الدقيق، وهنبدأ بقى نقلبهم مع بعض. تقدري طبعا بمضرب سلك تقلبي المكونات أو بهاند بلندر، أو تاخديهم كده زي ما هم تحطيهم في الخلاط وتضربيهم في الخلاط زي ما تحبي. بس أهم حاجة لازم الدقيق يختفي معانا تماما، ونخلطهم كويس جدا. بعد بقى ما خلصنا الخليط بالشكل ده تقدري تاخديه وتحطيه في مصفى وتصفيه، او تستخدميه مباشره. هنا كمان ضفت كده حوالي معلقه كبيره من البقدونس الاخضر مقطعاه لقطع صغيره. عايزه اقول لكم بيدي طعم حلو قوي ومميز مع عيش الكريب. ده طبعا القوام اللي احنا عايزينه، بيبقى اخف من القوام بتاع الكيكه، تمام. هو ده القوام المظبوط. على طول بقى انا هشتغل، مش هحطه في التلاجة ولا حاجه. فجبت طاسه والنار اقل من وسط، وهدهن الطاسه دهنه خفيفه خالص من الزيت، واحط كده زي كبشه كبيره كده من العجينه، بحطها على طرف الطاسه وابدا احركها بالشكل ده. يا دوبك ثواني بنلاقي ان العجينه بدات تتحرك معانا. لو اتحركت معانا بسهوله يبقى اخدت لون من تحت. على طول بنقلبها على الناحيه التانيه، ويا دوبك ثواني العيش بياخد لون على الناحيتين. اول لما ياخد اللون ده على طول برضو بنخرجه. ركزوا معايا. بناخد كده زي كبشة ونبدأ نحطها على طرف الطاسة ونبدأ نحركها، ونبدأ كده ايه لو في قطعة كده يعني ما اخدتش كده من العجينة بنحط لها ايه زي نقطة بسيطة. واول لما نلاقي او بنلاحظ ان العيش بدأ يتحرك معانا على طول مباشرة بنقلبه على الناحية التانية. دي اسهل طريقة تقدري انك تسوي بيها عيش الكريب لو انت بتحسي يعني ان هو مش بيطلع مظبوط معاكي. طبعا سهله وبسيطه. وكمان عايزه اقول لكم اللي هو ايه اللي هو الطريقه كده المظبوطه بنسبه 100%. طبعا ما شاء الله كوبايتين الدقيق عملوا معايا حوالي 9 او 10 او 8. بس بصراحه مش ما عدتش معاكم قوي، بس هو عامل ما شاء الله معايا كميه حلوه. طبعا تقدري تضاعفي الكميه لو انت عايزه كميه اكبر، بس بصراحه الكميه دي ما شاء الله بتعمل صينيه حلوه وجميله جدا. تعالوا بقى نجهز الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا بقى عباره عن ايه؟ عباره عن مكعب من الزبده، هنحط عليه معلقتين كبار من الزيت، وهننزل عليهم كده بحوالي بصلتين كبار كده، او 3 بصلات وسط فرمينهم ناعم في الكبه. هنحط كده بقى شويه من الملح على حسب الرغبه، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان شويه من بهارات الفراخ، على كمان شويه صغيرين كده من السبع بهارات، وهنخلطهم كويس مع بعض. هنقلب بقى البصل لحد ما يبدأ يدبل معانا. واول بقى لما يدبل معانا خالص، معايا كده قطعه من الفراخ من صدر الفرخه، اخدته وحطيته في الكبه وفرمته ناعم في الكبه، زي ما نكون هنشوح او هنعصج لحمه مفرومه. هنقلب بقى طبعا هنا الفراخ على نار عاليه علشان تتشوح معانا وتاخد لون بسرعه. انا مش عايزاها تنزل السوائل اللي فيها. اول لما بحط الفراخ بخلي النار عاليه لحد ما الفراخ تتشوح معانا. بعد كده بقى بهدي النار واضيف كده زي معلقه صغيره من البابريكا، واقلبهم كويس مع بعض. عندك فلفل الوان هتضيفيه، طبعا مش متوفر عندك الفلفل الالوان ومتوفر عندك الفلفل الاخضر بس هتقدري طبعا تضيفيه. بس انا هنا بصراحه بحب اضيف الفلفل الالوان، بيدي يعني قيمه غذائيه، وكمان بيزود معايا الكميه بتاعه الفراخ. هنقلبهم بقى مع بعض كويس كده حوالي دقيقه لحد ما الفلفل برضو يبدا يدبل معانا. وضفت هنا زي معلقه صغيره من الصلصه المعلبه، عليها رشه من السكر علشان بس الحموضه بتاعه الطماطم. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، وهنضيف كده اقل من ربع كوبايه من الميه، وعلى نار هاديه هنغطي بقى على الفراخ ونسيبها تستوي معانا براحتها. ولو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، وكمان قولوا لي بتتابعوني من اي بلد. طبعا غطيت على الفراخ لحد ما استوت معايا، ما خدتش حوالي 5 دقائق. هنا بس عليت على النار علشان
انشف على الفراخ، مش عايزه فيها اي سوائل خالص. انا عايزه الفراخ ناشفه جدا، ما فيش فيها اي سوائل بالشكل اللي انتم شايفينه. هنركنها بقى على جنب، وتعالوا بقى نجهز احلى سندوتشات. طبعا في الاول كده جبت الطاجن اللي انا هدخله الفرن، هدهنه بالزيت كويس جدا، لازم ندهنه بالزيت. وبعد كده بقى بنجيب عيش الكريب. طبعا بنجيب كده زي حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار من الحشوه بتاعه الفراخ، ونحط عليها كده شويه من ميكس الجبن اللي هو عباره عن جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر، على جبنه رومي. طبعا ده بيتباع كده يعني هو بيتباع كده خلطه على بعضها في كيس، تمام. وهبدا اقفله بالشكل اللي انتوا شايفينه، على شكل مستطيل او شكل مربع. بصوا يا بنات احنا بنقفل ازاي. بنجيب كده العيش ونبدا نحط الحشوه في النص بالظبط. وعايزه اقول لكم طبعا كمان ان الحشوه اختياري، يعني لو عندك عصاج لحمه مفرومه هتبقى حلوه قوي 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 مع الكريب. يعني انا دايما بحب في الكريبات ان انا استخدم اللحمه المفرومه. حطيت طبعا زي ما انتم شايفين الحشوه، وحطيت شويه من ميكس الجبن، وبدات اطبق الكريب بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا الطريقه دي بتدي في الاخر منظر حلو وجميل. هنخلص بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين. بنخلص يعني العيش ما بياخدش اي وقت معانا نهائي. وعايزه اقول لكم كمان حاجه، ان انتوا تقدروا ما تضيفوش ميكس الجبن وتضيفوا جبنه موتزاريلا بس، او كمان ما تقدروا ما تضيفوش اي نوع جبن خالص. طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها معايا معلقه كبيره من السمنه البلدي، مدوباها على النار، وبدات كده اوزعها على الكريب من فوق. تقدري طبعا تستغني عن السمنه البلدي وتضيفي الزيت، تمام. وضفت كمان كده على الكريب من فوق شويه من الجبنه الموتزاريلا، بيدوا لون حلو قوي مع الكريب، وبيدوا له كمان طعم مميز وجميل قوي. بصوا بقى، مولعين الفرن على درجة حرارة 200، وجايبين الصاج أو الشبكة اللي في النص حاطينها على أول رف من الصاج من تحت. هنحطها بقى ونحط الصينية. يا دوبك شوية صغيرين بنلاقي إن الكريب بدأ ياخد، أو عيش الكريب بدأ يتحمص من تحت وياخد لون جميل من تحت. طبعا يا دوبك شوية صغيرين، وبنقوم جايين مولعين الشواية لحد ما الكريب ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه. اسرع صينيه كريب في الفرن بتعمليها بالشكل ده، وانا نفسي بحب اكله، بحس كده ان هو بيدي طعم مميز وجميل قوي. وطبعا تقدري تزودي الكميه بتاعه الكريب بحيث ان هو يعمل معاكي كميه اكتر من كده. بس عايزه اقول لكم ان انت لو اخدت قطعه واحده من اللي قدامك دي مشبعه جدا وحلوه قوي قوي قوي. بصوا بقى شكله عامل ازاي، تحفه. ولا طعمه بقى يا بنات، طعمه رهيب رهيب رهيب. وعايزه بقى اقول لكم ان انا يعني من الناس كده اللي بحب قوي وبعشق قوي ان انا اعمل الكريب. يعني انا اكتر حاجه بلاقيها على البحث عني، يعني مطبخ العيله الكريب، مطبخ العيله الكريب. لان بصراحه بحب قوي ان انا اعمله، بصراحه بحس ان هو بيطلع معايا كويس قوي. تعالوا كمان كده نفتحه مع بعض بقى، واوريكم الحشوه من جوه شكلها عامل ازاي، تحفه. طبعا عايزه اقول لك حشوه اللحمه المفرومه تبقى جميله جدا. عايزه تعملي حشوه جبن بس تبقى برده حلوه قوي، او حشوه الفراخ بقى دي بقى بصراحه اللي طلع طعمها مميز وجميل جدا 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 جدا. عايزه بقى اسالكم بصراحه بقى برايكم، الوصفه دي تستحق كام على 10؟ سيبوا لي طبعا ارائكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي برده كمان بتتابعوني من اي بلد. ولايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبألف هنا وشفا، وباي باي.